السلام عليكم اخواتي. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غنشوفوا حلوى اللي بسيطه بزاف، حلوى قديمه، حلوى البوق او المعروفه بالبتي فور. سهله بزاف، فيها مكونات اللي اقتصاديه، حتى طريقه التحضير سهله. ان شاء الله غنبقاو مع الفيديو غنشوفوا المكونات والطريقه. هنا عندي 125 غرام ديال الزبده د العلب، انا عملت ديك زبده البواطه، ويمكن لكم تخدموا باي نوعيه كتفضلوا. كاس سكر ثقيل، كاس ديال زيت نباتيه، ونصف كاس زايد شويه ديال مايزينا نشا الذره، او ما يعادل 3 معالق كبار عامرين. عندي هنا الفاني، غنسم بالفاني، قبيصه الملحه، وساشي ديال قهوه سريعه الذوبان، وجوج حبات ديال البيض. بالنسبه للدقيق عندي على حسب الخليط، والدقيق دائما كنغربلوه باش نحصلوا على نتيجه افضل. هنا غنخلط الزبده مع السكر كلاصي، غنضيف لهم قبيصه الملحه والفاني، درت معلقه صغيره عامره، وكنضيف قهوه سريعه الذوبان. بالنسبه للقهوه سريعه الذوبان انا اكتفيت بواحد الساشي، ولكن يمكن لكم ديروا جوج ساشيات اللي كيفضل الناس مال القهوه. كندمج المكونات مزيان، سكر كلاصي مع الزبده وباقي المكونات حتى كنحصل على كريمه. ضفت هنا كاس ديال زيت نباتيه، دائما العبار عندنا هو بكاس ديال الشاي، كاس ديال العنبه. كنخلط مزيان مزيان حتى الحبيبات ديال الزبده ما كيبقاوش، وكتندمج حتى قهوه سريعه الذوبان. هنا ضفت مايزينا نشا الذره، 3 معالق كبارين عامرين، وجوج حبات ديال البيض. كنبدا نخلط مزيان مزيان، ونبدا نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق كيبقى على حسب الخليط، تقدر تهز معانا 450 حتى 500 على حسب. بالدقيق ما يمكنناش نتحكموا حيت كيختلفوا الانواع والدرجات ديال الدقيق الابيض خاص بالحلويات. هنا حصلت على عجينه اللي كتكون طريه ومرخوفه، ما كنخليش العجينه حتى كتبقى تفتت كتقصاح، كنخليها مرخوفه وطريه وفي نفس الوقت ماشي خفيفه بزاف. صافي انا هذا هو القمع اللي غنخدمو في هذه الحليوه هذه، كيكون مسنن. صافي كنبقى نخرج الوريضات هكا حتى كنسالي الكميه ديال العجين كامله اللي عندي. انا خرجتهم على هذا الشكل هذا، يمكن لكم تخرجوها طويله، او يعني الشكل كيبقى اختياري، او الوريضه تكون كبيره على هذه شويه. انا شبرت هنا هاد المعلقه ديال العسل، وبديت كنعمل هاد الحفيرات. صايبت هاد الحفيرات مزيونين، او كنصايبهم غير بالصبع ديال يدك. صافي حتى كنسالي كميه كندخلها للفران اللي كنكون شاعله من قبل. انا طبختها غير في الفرن الغازي حتى كتبدا يذهب اللون ديالها، وكنهبطها تحمر واحد شويه ونخرجها. مني بردت الحلوى جبت هنا قطع ديال الشوكولاط اي نوعيه كتفضلوا، وذوبتهم بلا اضافات، ما ضفت لا زيت لا والو، خليتها هكاك الشوكولاط كما هكا خليته. انا عملت الشوكولاط الداكنه. صافي من بعد ما داب الشوكولاط في حمام مريم عمرت به هاد الحفيرات. صافي غنبقى هكا كنسالي الكميه كامله، كنخلي الشوكولاط تيقبض في راسو صافي وكتقدم. بالنسبه لهاد الحلوى اللي بغاها تجي مرمله بزاف، في عوض السكر كلاصي كنديروا السكر سنيده او السكر الخشن. بغيناها نص نص كنديروا نص ديال السكر كلاصي ونص ديال السكر خشن. بغيناها تجي شويه رطيبه شويه كنديروا غير السكر كلاصي كما عملت انايا في هاد الحلوى هذه. صافي كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. حلوى اللي بسيطه، مكونات حتى هما بساطين، والطريقه سهله، وعاد هاد الحلوى قديمه يعني من الحلويات الزمن الجميل. كنتمنى ان شاء الله تنال استحسانكم، تجربوها في هذا العيد، يعني صالحه للاعياد والمناسبات هكا البسيطه. كنتمنى اقتراحي ينال استحسانكم. الى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله وفيديو جديد.